يا مساء السعادة ويا رب ما تقطع لنا عادة. موجودين لسه في الزمالك اللي مليانة خروجات وفسح وحاجات حلوة كتير قوي. الحديقة دي للناس اللي بتحب القعدات الرايقة، القعدات اللي على النيل. الحديقة اللي مستخبية وسط الأشجار في الزمالك هي حديقة العبور. رسم دخولها كام؟ رسم دخولها ب20 جنيه للكبار والأطفال ب10 جنيه. طيب الحديقة دي أول ما تخشها انت داخل فعليا كأنك داخل مسرح. ليه بقى؟ جزء علوي، بعد كده جزء سفلي، بعد كده جزء على النيل هناك خالص. الحديقة طبعا هتخش هنا متاح انك تدخل بالاكل مفيش مشكله، بس طبعا في كافيتيريا. الكافيتيريا دي لازم لا يجي مثلا يقعد هنا عليها. هتلاقي المتوسط الاسعار في الحنين، مش حاجه غاليه خالص الاسعار. انت قاعد هنا في الزمالك على النيل الزمالك. تعالوا بقى نتمشى. طبعا برضو زي ما انت شايف في برضو هيت ايه مقاعد، وفي نفس الوقت في كافيتيريا وكافيتيريا، وطبعا في سندوتشات. حاجه اخر جمال. السلام عليكم. السلام حضرتك. طيب ربنا يبارك فيك. طيب تعالوا بقى نتمشى كده ونتفرج على الحديقه من فوق. ده اشجار مانجا، كل سنه وانتم طيبين. كلها حاجات بسيطه. شايفين الاشجار المثمره قدامنا، حاجه مبهره جدا جدا في قلب الحديقه. طبعا انت قاعد حرفيا بينك وبين نهر النيل سور صغير خالص، ليك اطلاله تحفه خالص 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 على نيل الزمالك. شايف؟ انا بقول لك ان الحديقه ديت مستخبيه وسط الاشجار، فما فيش بعد كده. انت فعليا قاعد مستمتع اخر جمال. حديقه كل خطوه فيها بجمال مختلف. بص الشجر، كنا في شجر مانجا، دلوقتي شجر تاني شكله حلو قوي. السلام عليكم. كل سنه طيب. طيب احنا لسه النهارده اول يوم عيد والكل سعيد والحمد لله. برضو لسه الزحمه ما بدأتش، بس برضو احنا ممكن ايه نوري حضراتكم اهو. شايفين الاطلاله عامله ازاي على النيل الزمالك؟ مفيش بعد كده في الجمال والدلال. حاجه مبهره، حاجه جميله. الجمال هنا يا جماعه ليه طعم مختلف فعليا. طب انت تيجي ازاي؟ لو الناس بتقول لي طب انا مش معايا عربيه وحابب ان انا اجي مواصلات. ربنا يبارك فيك. كل سنه طيب. عامل ايه؟ ربنا يا رب يصونك. ماشي، ربنا يا رب يبارك فيك. طيب يا باشا انت تنور الدنيا والله. احلى كافيتيريا. ربنا يبارك فيك. طيب بصوا حضراتكم، ده احلى قعده واحلى اطلاله على نيل الزمالك هنا. طبعا الاشجار اهي والجمال مفيش بعد كده. وضحنا لكم ان في شجر مانجا، وكمان مسطحات خضراء في كل مكان. احلى قعده تقدر تقعدها هنا على الزمالك. تعالوا نقعد ونتفرج على النيل. طيب بص اهو، انت فعليا اهو انا قاعد اهو وهدردش معاكم وهنتفرج مع بعض على جمال النيل. وطبعا المسطحات الخضراء دي بتحميك من اشعه الشمس، او الاشجار اللي موجوده هنا. بصراحه 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 من اجمل الاماكن اللي انت تيجي هنا وتقعد قعده رومانسيه، قعده رايقه. خاطب بقى، متجوز، عايز تقعد مع المدام، عايز تقعد مع خطيبتك، مش عارف ايه. الحديقه دي طب انا ثانويه عامه وعايز اذاكر وافصل عن زحمه الحياه، هتيجي هنا اهو. شايفين اهي القعده اهي على النيل، مفيش بعد كده. تركيز فوق الخيال. طب ادي كوبايه القهوه او فنجان القهوه، واشرب يا باشا وقول لي ايه رايك. الله، مفيش والله. اللهم بارك. من الاماكن الممتعه جدا. طبعا يعني طول ما انت قاعد بقى بتلاقي ايه مراكب رايحه جايه، وطبعا عشان احنا لسه الناس لسه بتضحي وكده فمفيش مراكب، ولكن انت قاعد هنا اهو مفيش بعد كده. حديقه روعه. هتنزل محطه صفاء حجازي وهتتمشى تقريبا ربع ساعه هتلاقي حديقه الاسماك هي قصادها على طول. يعني هي قصاد بوابه حديقه الاسماك، هي حديقه العبور. حديقه مبهره. كلمه مبهره الكاميرا مش قادره توضح جمال الحديقه. وطبعا يعني كل سنه وانت طيب يا استاذ ادم. ادم نصر معانا اهوت منورنا في اللايفات. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حاجه تحفه. بصوا حتى اهو انت منك للنيل فعليا اهو. حاجه تحفه. ومتاح طبعا انك تدخل بالاكل، بس طبعا في كافيتيريا اسعارها في المتناول.
مش مكلفه حاجه، ولكن انت هتقعد بقى انت احلى اطلاله واحلى قعده على نيل الزمالك حرفيا، وهي ارخص من اي مكان تاني في خط الزمالك ده بجد. دي عن تجربه، من ارخص الاماكن هي وحديقه الاسماك. حديقه الاسماك دخولها ب5 جنيه، دي ب 20 جنيه. دي الميزه فيها ان هي قاعده على النيل مباشره. حديقه الاسماك بتقفل الساعه 5، دي مستمره معاك من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، والناس مهتميه باللاندسكيب بتاعها والجمال بتاعها، وكمان فيها مسجد وفيها كافيتيريا وفيها حمامات رايقه وفيها كل حاجه انت متخيلها. برضو الحديقه ديت ما فيهاش كيدز اريا، يعني ممكن ما تبقاش ممتعه جدا للاطفال، ولكن هي ممتعه للناس الكبيره.